السلام عليكم. شربك للقهوة هيخليك تخس. ايوه زي ما سمعت مظبوط. لو عايز تعرف ازاي شربك للقهوة اللي انت بتحبها وبتشربها كل يوم تقريبا ممكن يخليك تخس، اتفرج على الفيديو للاخر، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير لاصحابك مدمنين القهوة اللي عايزين يخسوا. انا اماني ادم ودي قناة قارئة الفنجان. سؤال اكيد هيجي في بالك دلوقتي، هو كل انواع القهوه بتخسس ولا في نوع معين هو اللي بيخسس او بينزل الوزن؟ في كتاب اسمه ذا كوفي لافرز دايت، الكتاب ده بتاع دكتور بوب ارنت. الراجل ده اتكلم كتير عن القهوه في كذا كتاب قبل كده، عن فوائد القهوه وعلاقتها بالدايت وازاي القهوه بتخسس. الراجل ده بيحب القهوه. انا لخصت لك اهم الحاجات اللي اتكلم فيها عن علاقه القهوه بالدايت، وهقول لك دلوقتي على 10 حاجات هتخليك تحرق الدهون من خلال القهوه، وهتخليك تستغنى عن ادويه كتير لحرق الدهون. طبعا مبدئيا كده ما هنيجي نتكلم عن القهوه هنتكلم عن القهوه البلاك اللي هي ما فيهاش ولا سكر ولا حليب. طبعا لو انت هتستخدم سكيمد ميلك يعني هتستخدم حليب خالي الدسم اوكي، او هتستخدم اي نوع حليب نباتي من الحاجات اللي هي الصحيه. يعني لو انت مش قادر تمنع السكر خالص ممكن تستخدم يعني نص معلقه سكر، او ممكن تحط عسل. القهوه من الحاجات اللي بتسد الشهيه شويه، فانت لما تاخد فنجان القهوه قبل الاكل بنص ساعه هيسد نفسك شويه ويخليك ما تاكلش نفس الكميه اللي المفروض تاكلها لو مش هتشرب كوبايه قهوه. بجانب اصلا ان القهوه ليها تاثير ملين بسيط وكمان مضر للبول. حط على القهوه معلقه زيت جوز الهند. ما تستغربش، ايوه معلقه زيت جوز الهند، لان زيت جوز الهند فيه نسبه عاليه جدا من احماض دهنيه متوسطه اسمها MCT، ودي نوع خاص من الدهون اللي جسمك بيتعامل معاها بطريقه مختلفه. اول ما بتتهضم بتروح على الكبده على طول وتزود حرق الخلايا الدهنيه التانيه. فزيت جوز الهند على القهوه من الحاجات اللي هتزود معدل الحرق جدا. مش بس كده، الMCTs دي اللي موجوده في جوز الهند بتمتص وتتهضم بسرعه جدا، فبتكون مصدر عالي قوي للطاقه. انت ممكن تحط القرفه على القهوه، بغض النظر عن ان القرفه بتدي للقهوه نكهه حلوه جدا، الا ان دراسات كتيره اتعملت على القرفه على القهوه وان هي قد ايه ليها دور مهم جدا في ان هي بتنزل الوزن. لان القرفه على القهوه بتقلل السكر في الدم، بتزود معدل الحرق، وكل ده ليه دور قوي جدا في انه يزود الحرق وبالتالي يقلل الوزن. هسيب لكم لينك الترايل دي في الديسكربشن تحت في وصف الفيديو. فانت ممكن تستعمل الاثنين على فكره، يعني ممكن تحط معلقه زيت جوز الهند على القهوه وتحط كمان عليها القرفه، ويبقى كده خدت ميكس كويس جدا من القهوه اللي هتحرق معاك الدهون اكتر. خليك في البن الفاتح او البن الوسط، ابعد عن البن الغامق، لان البن الغامق في نسبه زيوت عاليه جدا. واحنا قلنا قبل كده في فيديوهات قديمه ان البن الفاتح والبن الوسط او الميديوم روست واللايت روست بيبقى فيهم نسبه احماض ومضادات اكسده عاليه جدا زي الكلوروجينيك اسيد وزي البوليفينولز. الحاجات دي يا جماعه مهمه جدا جدا لحرق الدهون. عشان كده ده هياخدنا لتاني حاجه، ان دايما على قد ما تقدر حاول تشرب قهوه خضراء. القهوه الخضراء فيها نسبه احماض عاليه، فيها نسبه بوليفينولز عاليه ومضادات اكسده، وكل ده بيساعدنا في حرق الدهون. لما تيجي تشتري قهوه دور دايما على القهوه المزروعه في كينيا، لان القهوه اللي بتستخلص من هناك بيبقى فيها نسبه عاليه جدا من مضادات الاكسده والبوليفينولز، وكل دي حاجات طبعا بتساعد على حرق الدهون. ما تشتريش قهوه مركونه، دايما تجيب القهوه فريش وتطحنها قبل ما تشربها. ولو عندك كوليسترول عالي استعمل القهوه اللي بالفلتر. احنا قلنا قبل كده ان القهوه اللي بالفلتر مفيده جدا للناس اللي عندها كوليسترول عالي. القهوه قبل التمرين بساعه بتزود حاجتين مهمين جدا، السبيد والباور، وده بيخليك تتحمل التمرينات بشكل احسن، تديك القدره ان انت تتمرن اكتر. اخر حاجه واهم حاجه، ما تزودش عن 3 كوبايات قهوه في اليوم، وانا برضو قلت الكلام ده قبل كده في فيديوهات قديمه. يعني ما تزودش عن 400 مللي جرام من الكافيين. خلي بالك على الرغم من ان القهوه بتساعد جدا في حرق الدهون، الا انك لو شربت اكتر من الكميه دي هتزود افراز هرمون الكورتيزول، وده هرمون الاسترس اللي هو اصلا مسؤول عن تخزين الدهون. السؤال هنا، هي القهوه بتشتغل ازاي؟ يعني ازاي بتحرق الدهون او ازاي بتزود معدل الحرق؟ القهوه يا جماعه فيها مركبات كتيره جدا بتساعد على عمليه الحرق دي وان هي تنزلك الوزن. اول واهم حاجه موجوده في القهوه بنسبه كبيره وهي الاساسيه اللي بتحرق هي ماده الكافيين. ماده الكافيين بتزود الميتابوليك ريت او التمثيل الغذائي من 3 ل 11%. يعني ايه التمثيل الغذائي؟ التمثيل الغذائي هو ان الاكل اللي بناكله بيبقى فيه قيمه غذائيه، فالمفروض ان الجسم بيحول الاكل ده لطاقه ويستفيد منها في الوظائف الحيويه بتاعته، والزياده بقى عن حاجه الجسم بتخزن كدهون والجسم بيستفاد منها في وقت تاني. تاني حاجه ان الكافيين اصلا بيقلل البودي ماس اندكس BMI او مؤشر كتله الجسم، وفي ابحاث برضو اتعملت على دور الكافيين في تقليل الوزن، حرق الدهون، وزياده معدل التمثيل الغذائي. هسيب لكم برضو لينك الابحاث دي في الديسكربشن تحت. تاني اهم عنصر موجود في القهوه وبيخسس هو وهو الكلوروجينيك اسيد. الكلوروجينيك اسيد او حمض الكلوروجينيك ده
من اقوى مضادات الاكسده اللي موجوده في القهوه، لانه بيقلل امتصاص الكربوهيدرات اللي موجوده في الجهاز الهضمي، وبالتالي هيقلل نسبه السكر في الدم، وكمان بيزود تمثيل الغذائي للدهون، وكمان بيقلل مستوى الدهون الثلاثيه والكوليسترول. طبعا زي ما قلنا من شويه ان الكلوروجينيك اسيد او حمض الكلوروجينيك ده موجود بنسبه عاليه جدا في القهوه الخضراء. ثالث مركب موجود في القهوه مهم زي الكافيين بالظبط والكلوروجينيك اسيد هو البوليفينولز. واحنا قلنا قبل كده ان البوليفينولز من الحاجات اللي هي مضادات اكسده قويه جدا اللي بتساعد في حرق الدهون. وعلى فكره القهوه هي اكتر مشروب في نسبه بوليفينولز لو قارناه بالشاي الاخضر والشاي العادي، لان القهوه فيه 50% من البوليفينولز، لكن مثلا الشاي الاخضر فيه 34% والشاي العادي فيه تقريبا 7%. ضمن الحاجات اللي القهوه بتشتغل بيها، القهوه بتمنع الادينوسين من انه يؤدي وظيفته. الادينوسين ده اللي بيبقى مسؤول عن الانتخه والراحه، فالقهوه بتخليه ما يؤديش وظيفته، وبالتالي بيزيد افراز الادرينالين اللي بيزود معدل الحرق، وكمان بيزود افراز الدوبامين اللي بيخلينا نحرق كالوريز اكتر او سعرات اكتر. والدوبامين ده يا جماعه هرمون السعاده، عشان كده القهوه هتخسسك وهتبسطك. اغلب ادويه الدايت بتعمل اكتئاب. في مادة تانية في القهوة برضو اتكلم عنها الكاتب اسمها ميلانويدين. دي مركبات القهوة كلها صعبة، والمادة دي من المواد المهمة جدا اللي بتقلل امتصاص الدهون، بالذات لما بتشرب القهوة بعد الأكل. احنا عرفنا الكوفي هاكس اللي هتخلينا نستفاد من القهوة كحارق للدهون، وفي نفس الوقت عرفنا برضو ايه السبب اللي بيخلي القهوة تحرق الدهون او تقلل الوزن. طب انا كل يوم اصلا بشرب قهوة وعمري ما خسيت، ده سؤال مهم جدا. لو انت بتشرب القهوة بقالك فترة طويلة جدا وحاسس ان هي ما بتعملش معاك اي حاجة، او ان انت مش بتخس، فانت حاجة من اتنين: يا اما انت بتشربها بطريقة غلط، يعني بتحط عليها حليب مثلا كامل الدسم، او بتشربها بسكر، او بتشربها بكريمة، فهي عمرها ما هتخسسك بالشكل ده. القهوة مش ساحر يا جماعة، يعني هي ما ينفعش اشربها لوحدها كده بالطريقة اللي انا بشربها بيها العادية واستنى ان انا اخس. المفروض اللي احنا كلنا عارفين ان علشان تخس لازم يبقى في مجموعه من الحاجات بتعملها، زي ان انت مظبط اكلك، مقلل نسبه السكريات والنشويات، ومزود نسبه البروتين والدهون الصحيه، وان انت بتشرب ميه كتير، بتنام كويس، لان قله النوم بتلخبط الهرمونات اللي بتشتغل على الحرق. تاني حاجه بقى ان لو جسمك متعود عليها، فلو جسمك متعود عليها هتمشيها اسبوع وتمنعها اسبوع، وتبتدي تسحبها بالتدريج، وبعد كده ترجع تشربها بالطريقه اللي انا قلت لك عليها، وان شاء الله تخس. انا كده خلصت، يا رب يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله كلنا نشرب القهوة بطريقة صحية ونخس كلنا. باي باي.